جسري الهلال والمهدي في محافظة المثنى. الجسران المنفذان بتمويل من القرض الياباني، وصلت كلفة إنشائهما إلى 25 مليون دولار، ستعمل على استبدال الجسور القديمة وتسهيل الحركة المرورية داخل المحافظة. ضمن مشاريع القرض الياباني الميسر إلى الحكومة العراقية، افتتح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة طارق الخيقاني مع الحكومة المحلية والسفير الياباني في العراق جسري الهلال والمهدي، فضلا عن استمرار العمل بجسر شمال السماوة الكونكريتي، حيث بلغت كلفة الجسور الثلاثة 25 مليون دولار، وأنشئت هذه الجسور لتكون بديلة عن الجسور العائمة التي تقادمت. اليوم الذي تم افتتاحه إنشاء جسرين في مدينة السماوة، وهذا التواصل وهذا العلاقة يجب أن تستمر في سبيل إنجاز عدد كبير من المشاريع وزيادة التمويل الخاصة لإنجاز هذه المشاريع. وضعت خطة منذ 2008 باستبدال هذه الجسور، وقد استبدلت كافة الجسور، قسم منها تم إنجازه كما هو الآن في جسر الهلال الكونكريتي البديل، وكذلك جسر المهدي الكونكريتي البديل للعبارة المؤقتة التي كانت موجودة هنا. مسؤولو الحكومة المحلية في المثنى بحثوا تفعيل الشراكة مع دولة اليابان من خلال دعوة الشركات والعمل في المدينة، كونها تتمتع بثروات معدنية وطبيعية، وتنفيذ مشاريع فيها عن طريق الدفع بالآجل من أجل تنويع مصادر الدخل، لا سيما أن العراق يمر بضائقة مالية بعد انخفاض أسعار النفط. تم طرح موضوع أنه تمويل المشاريع عن طريق القرض الياباني وإجراء تسهيلات وإعطاء الأولوية لمشاريع المحافظة، تحديدا كون التعامل مع الحكومة المركزية، وهذه المشاريع يتم ولادتها ودراستها عن طريق الحكومة الاتحادية. لذلك حقيقة تم طلب من مباشر من قبل السفير الياباني بزيارة المحافظة مرة أخرى والتباحث بشأن تفاصيل طلب تمويل المشاريع من القروض اليابانية وحسب آليات الحكومة الاتحادية. ويرى معنون إدخال جسور جديدة سيعمل على فك الاختناقات والزحامات المرورية، فضلا عن فتح طرق جديدة وإكمال المجسرات المتوقفة، سيجعل الحركة متواصلة وينمي من واقع الحركة الاقتصادية للمحافظة. تمويل المشاريع وتعزيز التعاون بين اليابان والعراق بلا شك يسهم في تطوير البنى التحتية والاقتصادية هنا، لا سيما أن العراق بأمس الحاجة إلى دخول الشركات والمستثمرين للعمل في المحافظة التي تتوافر فيها كل الظروف الملائمة للاستثمار للاستفادة من تنويع مصادر الدخل القومي. علي كريم، العراقي نيوز، المثنى. أكدت وزارة الزراعة أن المسوق الفعلي لوزارة التجارة